كيبدا الفيلم ديالنا قبل قرون وبالضبط قبل 4000 سنة. وفي هاد الوقيته الكرة الأرضية كتمتجزأ لأربعة أقسام، وكل جزء عنده قوة وميزة خاصة به، بحيث كانوا 4 الأقسام. القسم الأول كيتحكم في النار، والقسم الثاني كيتحكم في الماء، أما القسم الثالث فكانوا كيتحكموا في الحجارة والتراب، ورابع وآخر قسم كيتحكموا في الرياح. وكانت الأسطورة عندهم كتقول بأن واحد الشخص يمكن يمتلك كاع هاد القوة واللي كيسميوه الأفاتار. هذا أنج، وكان كينتمي للأمة المتحكمة في الرياح، وكان هو الأفاتار، وما كانش باغي يكون هو الأفاتار حيت مسؤولية كبيرة وهو ما قدش عليها، وقرر يهرب من تما. وهذا الهروب دازت عليه 100 سنة. هذه تارا، وكانت عندها قوة التحكم في الماء، وهذا خوها سوكا. وهنا غيبان لينا بلي تارا باقا كتعلم تحكم في القوة اللي عندها، وباقا ما متمكناش من القوة ديالها. سالاو التدريب وهما راجعين للدار، غيسمعوا شي صوت غريب تحت الجليد. سوكا بدا كيهرس في الجليد باش يعرف شنو كاين تحتو، وبالصدفه غتخرج ليه واحد الكره عملاقه من تما، وكان في الداخل ديالها واحد الشخص. سوكا غيقول لختو يلا نغيروها من هنا، ولكن ختو ما بغاتش. غيبقى كيقول لها يلا يا هاد المراه يهديك ربي، ولكن كان راسها قاسح. مشات وبقات كتحفر في الكره، وهنا غيخرج واحد الضوء عجيب، وهنا غتقسم ديك الكره وغيكون ناعس فيها واحد الدري صغير معاه واحد الكائن غريب. طارا وخوها غيقرروا يديوهم معاهم للقبيله ديالهم. انش استعد الوعي ديالو، ما كانش عارفه شنو واقع حيت 100 عام وهو ناعس، وكان باغي يرجع للقبيله ديالو. هنا واحد الامير سميتو لوكا غير شاف الضوء اللي طلع من الكره غيجي باش يشوف اش كاين تما. هنا باش نفهموا الاحداث خاصنا نعرفوا واحد المعلومه اللي هي ان منين غبر الافاتار قبل 100 عام، المجموعه المتحكمه في النار غتحتل جميع القوات ديال المجموعات الاخرين، وكانوا ما كيخافوا من حتى حاجه، كيخافوا غير من الافاتار. واحد من الجنود ديال الامير غيدخل الخيمه اللي فيها انش وغيديه ليه. الامير لوكا غيحيد ليه الغطاء من فوق راسو، وغيتصدم من يلقى عنده العلامه ديال مجموعات الرياح، والافاتار دائما كيكون من قسم الرياح. وهنا غيقول انج غتمشي معايا والا غندمر هاد القبيله. هنا انج غيوافق يمشي حيت ما بغى يتاذى حتى واحد. هنا غتبان لينا طارا وهي كتلوم في خوها حيت خلاهم يديوه، قالت ليه انا اللي لقيته مسؤوليتي نحميه. هنا خونا غيقول لها عندك الحق، ما كانش خاصني نخليهم يديوه، وغيقرروا يمشيو يردوه من عندهم. وغير خرجوا لبرا غيشوفوا الكائن اللي جا مع انج كيتسناهم، وكان كيمشي مسافه طويله في ظرف وجيز من الوقت. هنا غيبان لينا لوكا وهو كيشرح لانج بانهم غيديروا ليه اختبارات وغيطلقوه يمشي في حاله. الاختبار الاول كان هو يجيبوا واحد الشمعه وكانت شاعله فيها العافيه، وكان خاص ديك العافيه تمشي للجهه ديالو وغينجح فيه. والاختبار الثاني كان هو خاصو ينشف واحد البقعه ديال الماء غير بالقوه ديالو وحتى هو غينجح فيه. هنا لوكا غيقول لانج انهم غيديوه للمملكه ديال النار. انج غيرفض وغيقرر يهرب من تما، استعمل القوه ديالو وخرج من الباب. هنا غيلقى مجموعه ديال الجنود قدامه، غيستعمل القوه ديالو وغيعلقهم. الطرا دار لهم التعليقه اللي كيدير لك باك ملي كيبيعطيك شي قتله ديال العصا مزيانه. خرج كيجري من السفينه وغير هز عينيه غيبان ليه الكائن ديالو فوق الجبل. هنا غيفرح ولكن الفرحه ما غتكملش، دار غيلقى لوكا تبعوه هو والجنود ديالو. هنا غيجبد السيف ديالو وغيحولو لطائره صغيره وغيطير عند الحيوان ديالو وعند طارا وسوكا. هنا غيشكرهم على المساعده ديالهم وغيقول لهم ما تخافوش غنرجعكم للقريه ديالكم. هما غيقولوا ليه حنا غنبقاو معاك. انش غيمشي للقريه ديالو وهو كيقلب على شي واحد منهم غيتصدم منين غيلقى كلشي مات وغيحزن، وهو كيدور تما غيلقى واحد القلاده كنعطاها ليه المعلم ديالو. وهنا غيستعمل واحد القوه ما كناش عارفينها في البدايه اللي هي ان الافاتار غيقدر يتواصل مع الارواح. هنا غينتقل لعالم الارواح وغيتصدم من يلقى راسو تما. هنا غيبقى كيتمشى وغيلقى واحد الكهف فيه واحد التنين، ويلا بغى يهضر معاه غتقول ليه طارا حنا معاك وحسبناك بحال العائله ديالك وغتخرجوا من عالم الارواح. في لقطه اخرى غتبان لينا واحد السفينه كبيره قاصد السفينه ديال لوكا، وكان في هاد السفينه واحد خونا سميتو كارل وكان هو القائد ديالها. تقابل مع لوكا وغنعرفوا باللي بيناتهم عداوه، وواخا بيناتهم عداوه غيعرض عليه باش يتغدى عندهم. هنا غيوقع بيناتهم النقاش وغيخرج لوكا من القاعه، وغير خرج غيهجموا عليه الجنود ديال كارل. وهنا غترون لوكا بدا كيشرشم لك في بنادم، ضربوا الاول طاكا وضربوا الكرسي جابو في الارض. جاو جوج خواليهم وعطاهم كروشي طفاليهم الضواو، بقى عليهم هاك انت زيد انت حتى خلى طيح اكثر من النايض. في هاد الوقيته انش غيقرر يواجه مملكه النار، واول حاجه دار يعلم الناس بانه هو الافاتار. والافاتار رجع، هما اقتنعوا بهضرتو وانضموا ليه حيت هو اللي غيحميهم من مجموعه النار. بداو كيوريو اقدم افاتار داز عندهم. انش غيقرر يمشي من قبيله لقبيله، واللي لقاه من مجموعه النار يصفيها ليه ويعلق واحد اللافته فيها ان الافاتار رجع عاوتاني، ولكن
ولكن كاع هادشي وانش كان باقي عنده مشكل اللي هو انش ما كيعرفش الحركات والفنون القتاليه المخصصه بالافاتار، حيت قبل 100 سنه هرب قبل ما يتعلمهم. هنا غيقرر يمشي لواحد المدرسه كبيره ديال الفنون القتاليه باش يتعلم فيها. ركب فوق الكائن ديالو وتحرك ليها. وصل للمدرسه وهنا غيتصدم من لقاها مهجوره وما فيها حتى واحد. انش بقى كيدور في ديك المدرسه حتى غيخرج ليه واحد خونا بدا كيسولو على الاشخاص اللي كانوا مكلفين بهذا المكان فينا هما. هنا غيقول ليه بلي كلهم ماتوا وسبب موتهم مجموعه النار. هنا داك خونا غيقول ليه بلي عارف واحد البلاصه ما قدروش يوصلوا لها مجموعه النار. انش غيوافق وغيمشي معاه. هنا غيمشيو لواحد المملكه مجموعين فيها كاع الافاتار اللي دازوا في كاع القرون اللي قبل. هنا غيطلع داك خونا من مملكه النار وغيطلع كذاب وخائن. هنا غيدخلوا الجنود ديال مملكه النار وغيشدوه، غيديوه معاهم وغيعلقوه من يديه ومن رجليه، وهو معلق غيتواصلوا مع الارواح. وغيقول ليه التنين انه كيعرف واحد المعلم كيتقن قوه التحكم في الماء مزيان، وقال ليه بلي تيتواجد في الارض الشماليه. انش غيفيق وغيلقى القائد كار قدامه. هنا غيقول ليه انا ما غندير لك والو، وهما كيحتفلوا بانهم شدوا الافاتار. غيبان لينا واحد خونا لابس واحد القناع في شكل وكيتسلل باش يحرر انش. حرروا من القيود وعطاوه واحد السلاح باش يحارب، وهما خارجين غيتلاقاو ليهم الجنود. وهنا غتشبك انش غيستعمل القوه ديالو وغيدير واحد الجدار داير بيهم، وبقى اللي دخل عندهم كيدغمر امو. المقنع غيبقى كيتقاتل معاهم حتى غادي يجي فيه واحد الدقه وغيب. وهنا غيحيد ليه الانش القناع ديالو وغيكتشف بلي هذا الامير لوكا، وكان كيدير هذا الشيء باش كارل ما يستحوذش على المملكه. هنا غيديه لواحد البلاصه امنه وغيخليه تما. وهنا غيمشي لديك البلاصه اللي قال لي عليها التنين باش يتقن يتحكم في الماء. منين وصل تما غيعرف راسو للاميره وغيقول لها بلي هو اخر واحد من مجموعه الرياح وبلي هو الافاتار، وكاع المجموعه ماتوا من طرف مجموعه النار وهو الوحيد اللي بقى. وطلب منها تعلم قوه التحكم في الماء. هي منين عرفاتو ما كيكذبش غتامر واحد خونا يبدا معاه التدريب. بالفعل خونا بدا كيعلمو الفنون المتخصصه بالماء. وهنا غيكتشف انش بلي الغضب بسبب والديه اللي ماتوا هو اللي خلاه ما يتعلمش فنون الماء. ومن بعد مده ومن بعد بزاف ديال التماره انش غيتقن فنون الماء وغيعرف كل صغيره وكبيره على هذا الفن. هنا مجموعه النار غتحدد الموقع ديالو وغيتم قاس ديال البلاصه فين كاين. هنا انش غيمشي لعند التنين وغيقول ليه دابا شنو ندير. هنا غيقول ليه انت الافاتار وخاصك توريهم القوه ديالك وتوريهم الافاتار علاش قاد. هنا انش غيمشي لعند مجموعه النار وغيشبك فيهم. بدا كيطبق داكشي اللي تعلم وغيبان باللي ولا محترف في فنون الماء وكيبان زادت القوه ديالو. هنا غيطلع لواحد السطح وبدا كيستعرض القوه اللي عنده لدرجه ترفع كميه كبيره ديال الماء. وهاد القوه ما كتكونش عند شي واحد من غير الافاتار. انش كان باغي يقتلهم ولكن الافاتار ما كيقتلش حيت هذا هو القانون عندهم. يكفي انه يبين لهم انه قوي وتحد ما يقدر عليه. هنا كلهم غينحنيو ليه تقديرا ليه. هنا كيتقبل انه افاتار وكيعرف القيمه ديالها. وهنا غيولي التفاهم والسلام بين المجموعات بربعه. حتى لهنا غادي يكون سال الفيلم ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتكتبوا شي تعليق محفز. كان معكم مول الخاص. طلاو.